أيها الإخوة من صوت العرب من القاهرة، قدمنا لحضراتكم عناوين الأنباء أتبعناها بحلقة جديدة من برنامج حوار مع مستمع. صوت العرب من القاهرة، بالمعنى الجميل، بالفكر السليم، لكل سلوك غلط حنقول لا ناهية، لا ناهية، لكل فعل مش معقول لا ناهية، لا ناهية. تبقى حياتنا بكل وضوح، تبقى حياتنا كتاب مفتوح. لا الناهية مع سوزي ثروت. أيها الأخوة الأصدقاء، يسعدنا أن يكون معنا الشاعر المصري الأستاذ أحمد إبراهيم. أهلا بك على موجاتنا صوت العرب، وكل سنة وحضرتك بألف خير بمناسبة عيد الأم. اهلا وسهلا بحضرتك، وكل سنه وانتي طيبه، وكل مصر بخير يا رب، وكل امهات مصر بخير. زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي، ولسه برضو دلوقتي تحملي الهم التالي. انام وتسهري وتباتي تفكري، انام وتسهري وتباتي تفكري، وتصحي من الاذان وتيجي تشقري. يا ربي خليكي يا امي يا ست الحبايب، يا حبيبه يا حبيبه وحبيبه. نبدأ بقصيدة عن عيد الأم، إهداء إلى كل أم مصرية وكل أم عربية. هبدأ بقصيدة 2000 سلام. 2000 سلام يم القلوب الطيبين، مش قلب واحد لكن شموس فيها الدفى، حضنك أمان سكنه الحنين، يا غنوة الناي اللي قال حبك محال يوم يتنسى. قلبك بحار من الحنان، من شهد حب انا برتوي. 2000 سلام حضنك حنان، يا سكن قلبي من زمان، من يوم ما فتحت العينين. 2000 سلام يم القلوب الطيبين، وحشاني يا ست الغوالي كلهم. من نهر حبك نهر جاري لدنيتي، أول فطامي أول سلامي أول كلام، يا أمي ليك أنا ببتدي، يا جنة على أرض البشر 2000 سلام. يا بدر عالي واكتمل برتاح على كتفك وانام، مهما كبرت في يوم أنا حاضن عينيك الطيبين، كاتب كلامي يا أنا أمي، يا فرحة نهر جاري بالحنين. 2000 سلام يم القلوب الطيبين، 2000 سلام والقلب متشعلق على غصن الحنين، من غير وجودك وازاي أكون أنا بس مين تحت أقدام الجنان. دعوة منك ترنيمة بصلاة أو حتى في أول أذان، حضنك حنان قلبك أمان. 2000 سلام 2000 سلام يا حبيبتي ليكي محبتي، كاتب كلام من بحر شعري وغنوتي، ليكي حبيبتي يا أمي انتي دنيتي وانتي الأمان. 2000 سلام يم القلوب الطيبين، مش قلب واحد لكن شموس فيها الدفى، بالخير لضربي مفرودين. 2000 سلام يم القلوب الطيبين. جميل أستاذ أحمد. في البداية، ما هي الجملة التي تحب أن توجهها للأم المصرية في عيد الأم؟ بوجه تحياتي وتقديري لكل أم مصرية. الأم المصرية هي المدرسة اللي بتعلم أجيال كبيرة، ومن غير الأم طبعا مش هيبقى فيه أي أجيال أو أي تعليم أو بناء الدولة في حد ذاتها. جملة تبدأ بلن هي بتوجهها لأم الشهيد اليوم بمناسبة عيد الأم. أقول لكل أم شهيد كل سنة وأنت طيبة،
وابنك اكيد شهيد وفي جنة الخلد، وانت اتحملت كتير وربيتي وكبرتي وقدمتي. ابنك يكون فدا للوطن. جملة تبدأ بلا النهاية بتوجهها للأبناء في عيد الأم. أقول للأبناء رفقة بأمهاتكم، وبوجه قصيدة بعنوان فاكر يا أمي. من غير ما أقول تقرأ العيون والطبطبي يا فرحة العمر الجميل، عشقك وأنا جوه في عيونك مطرحي، مهما الليالي بين ضروبها في يوم بخاف بتمد ايدك تحضنيني تقربي. امي الحبيبة ده الامان بالعطر فارش مطرحي، فاكر يا امي لما كنت بتسهري رسم الملامح فوق خدودي فرحتي، فاكر يا امي ضمتك بسمتك ضحكتك لهفتك، لو يوم ملامحي اتغيرت قلبك يخاف نبضك حنان، حضنك مكان برتاح قوي لما ارتمي، برتاح قوي لما ارتمي ما بين ايديكي بالحنان والطبطبي. فاكر سنين فيها انا من بحر حبك برتوي، من عطر فايح بالروايح يمو الحنان بربيع وطارح على المدى، فوق الورود حبات ندى تدي سنين عمري اللي طارح فرحتي وانتي يا امي. دايما حبيبتي جوه قلبي قريبة، دايما حبيبتي جوه قلبي قريبة. بوجه للأبناء يكون في بر بالوالدين، ومهما الإنسان كبر بيكون صغير في نظر أمه، ولازم يكون في بر بالوالدين والحنان. أكيد طبعا أي إنسان ما بيبرش امه او بيودي امه لدار المسنين ده طبعا غير بار بامه، لان الام هي اللي ربت وهي اللي كبرت وهي اللي زرعت اجمل اشياء في الانسان، وبدون الام طبعا كل شيء طبعا الانسان ما بيبقاش له اي قيمة. جملة تبدأ بلا النهاية بتوجهها للدولة اليوم في عيد الأم. بوجه كلمة للدولة بأنها تقوم برعاية الأمهات في دار المسنين وتوفير العلاج اللازم والمأوى ليهم، وفي نفس الوقت بيكون في توفير أشياء كتير جدا للأم، لأن الأم هي كل شيء، هي بناء الدولة وبناء المجتمع المصري. وهبدأ بقصيدة اسمها عيدك يا أمي. في عيدك يا أمي بين سطوري بكتب بحور الشعر ليكي وبوصفك، والوصف فيك ازاي حبيبتي اقول انا ده الجنة جنة ربنا لو يوم انول منك رضا، من بعد ربي انا بعبدك ليكي سلام كل الكلام، وبأي معنى انا هوصفك والوصف واقف على الحروف، وبإيه أقول حضنك بحور من شهد حبك، عطشان وبشرب ميتك، بردان في حضنك أسكنك، بين حروف الشعر حرف بيرسمك، فوق السنين المزروعين طرحين أمل، بين الضلوع البردانين فرد الإيدين الطيبين، قلبك بنبضه بيناديني وقلب حابب يندهك. أم الحبيب أنا بعشقك يا حبيبتي ليكي العمر كله، من بعد ربي حبيبتي ليكي بعبدك، من بعد ربي بعبدك. جملة تبدأ بلا النهاية بتوجهها للمجلس القومي للمرأة في عيد الأم. بوجه للمجلس القومي للمرأة الاهتمام أكتر بالمرأة وتوفير المناخ الملائم، وتوفير برامج للمرأة وبرامج توعية طبعا، وتقوم الدولة بتوفير جميع المجالات يعني المتاحة. الشاعر المصري الأستاذ أحمد إبراهيم، الأم مدرسة إذا أردتها أردت شعبا طيب الآراق، جملة تبدأ بلا النهاية بتوجهها للحكومة ووزارة التربية والتعليم لكي نرتقي بالمستوى الثقافي والفكري للأم المصرية.
أوجه لوزارة التربية والتعليم إن يكون في حالة من الرحمة بالأم، لأن الأم طبعا بتتعب من الدراسة، تدريس الأولاد طبعا للمناهج، وطبعا في حالة من حشو مناهج كتير جدا. المناهج دي طبعا لازم الحكومة تقوم بتوفير وتهيئة وتنسيق المواد الدراسية، وان يكون الدراسة كلها في المضمون بتاع المواد ذات نفسها. يعني الشاعر المصري الأستاذ أحمد إبراهيم، يا ريت نختم حلقتنا بقصيدة جميلة من قصائدك اللي دايما بتمتعنا. أنا أقول قصيدة اسمها أمي. ليكي بكتب عشق جارف كالسيول، ليكي حبي وجوه قلبي ساكنة دايما في العيون. يا حبيبتي بدر عالي ومكسي نور، نور خطاكي في ضرب عمري من دهور. كنت مكتوب اني منك يوم هكون، وبوجودك كان وجودي، وبعيونك نبض قلبي ويحكي صوتي بنبرته. امي الحبيبة، امي يا اغلى المخلوقين، حضنك حنين، قلبك حنين، جنة فيها الاماني والاماني مزروعين. كنت العب بين ايديك المفرودين، كنت احضن فيك حلمي، كان بيسكن بيك المي، كنت اجري عليك اجري واندهك انتي يا امي. كنت عايش فوق سنيني الفرحانين، كنت شارب نهر جاري بالحنين. الله على نظر الدفا، ضميني ضمي، فرح عمري اللي انكتب من يوم ما كنت وكنت امي. دعوتك فيها النجاة فيها الرضا، لو كنت طالب رحمة من رب السما، ارض امك والجزاء هيكون جنان، مش جنة واحدة في السما. واللي يرضي امه دايما يبقى بيرضي ربنا، يبقى بيرضي ربنا. جميل. الشاعر المصري أحمد إبراهيم، شكرا ليك وكل سنة وحضرتك بألف خير. وحضرتك طيبة، وكل أم مصرية وكل أم عربية بكل خير، ويا رب كده يكونوا كلهم بخير يا رب. طول عمري أوفي جمايلك الغالية عليا، أجيب منين عمري كفي ولاقي فين أغلى هدية. لو عشت طول عمري أوفي جمايلك الغالية عليا، أجيب منين عمري كفي ولا فين أغلى هدية. نور عيني ومهجتي وحياتي ودنيتي، نور عيني ومهجتي وحياتي ودنيتي، لو ترضي تقبليهم كلهم هديتي. يا ربي خليكي يا أمي يا ست الحبايب، يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. بالمعنى الجميل، بالفكر السليم، لكل سلوك غلط حنقول لا ناهية، لا ناهية. لكل فعل مش معقول لا ناهية، لا ناهية. تبقى حياتنا بكل وضوح، تبقى حياتنا كتاب مفتوح. لا الناهية مع سوزي ثروت.